في بطولة جمعت أقوى أندية العالم، الأهلي بيقدم أداء ما نقدرش نقول إن هو ضعيف جدا ولا أداء قوي جدا، لأن في عوامل كتيرة جدا خلت الأهلي يظهر بالمنظر اللي شفناه ده. هنا بقى بيجي سؤال مهم جايين نجاوبه الحلقة دي: هل الأهلي كان يستحق أكتر من اللي حصل عليه، أم رعونة لعيبة الأهلي خرجته من البطولة؟ يلا بينا نعمل تقييم لمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. خلينا في البداية نقيم مجموعة الأهلي، لأن في وجهة نظري مجموعة الأهلي من المجاميع المتوازنة في البطولة، لأن الأهلي لا وقع مع باريس ولا مع بايرن ميونخ ولا مع ريال مدريد ولا مع أتلتيكو مدريد، ده الأهلي وقع في مجموعة كان فيها انتر ميامي وبورتو وبالميراس. ولو هنقيم بسرعة كل فريق فخلينا في الأول نبدأ مع انتر ميامي، الفريق اللي اتعمل له لائحة وبطولة جديدة كان الهدف منها إن هو يشارك في كأس العالم، لمجرد إن ليونيل ميسي بيلعب في الفريق ده. فالفيفا شافت إن ميسي لو شارك في كأس العالم للأندية ده تسويق حلو للبطوله، فدي كانت المقومات الوحيده اللي عند انتر ميامي. غير كده الفريق ده اصلا ملوش في كره القدم. طب تعال نبص على بورتو، فريق طول الموسم بيعاني في الدوري البرتغالي وبيخلص الدوري في المركز الثالث. مش كده وبس، ده الفريق عنده مشاكل كتير جدا في الفلوس مخليها مش عارف يعمل اي تعاقدات، لدرجه ان الفريق في الملعب بيلعب بمهاجم واحد بس. اما بالميراس فده الفريق الوحيد اللي نقدر نقول ان هو في المجموعه دي كان ممكن يكون ليه كلمه، يعني نقدر نقول كده من الاخر ان مجموعة النادي الأهلي ما فيهاش أي فريق خارق للطبيعة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الماتشات، ونبدأ مع ماتش الأهلي ضد انتر ميامي. الاهلي بيبدا ماتش قوي جدا وبيصنع فرص كتير، وكان فعلا الاهلي اخطر من انتر ميامي، والفريق قدر فعلا ان هو يصنع اكتر من فرصه، منها انفراد وسام ابو علي، وبعدها ضربه جزاء بيضيعها تريزيجيه اللي كان المفروض ما يخشش اصلا يلعبها، وحصلت خناقه ما بين لعيبه الاهلي في الملعب، وفرصه ثانيه لامام عاشور، وفرصه غريبه جدا في الشوط الثاني لحسين الشحات. لكن شفنا انهيار بدني كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني، ولولا ان الشناوي كان في يومه في الماتش ده ما كانش الاهلي خلص الماتش بالتعادل. تقريبا ده الماتش الوحيد اللي كان فيه الشناوي في يومه في البطوله كلها. ماتش بالميراس كان نسخة مطابقة الأصل لماتش انتر ميامي بالنسبة للنادي الأهلي. الأهلي دخل الماتش ضاغط من بداية الماتش، واللعيبة واقفة كويس جدا ومنع أي خطورة لبالميراس، ولكن الأهلي كان عنده مشكلة إن رغم الضغط اللي هو عامله ده كله ما قدرش يترجم الضغط ده لأي هدف، وده نفس اللي حصل قدام انتر ميامي، لأن الأهلي كل الفرص اللي خلقها مفيش ولا فرصة جاب منها جول. الاختلاف الوحيد ما بين الماتشين إن انتر ميامي كان رايحين بالأهلي وبالميراس ما كانش كده نهائي. ومع بدايه الشوط الثاني الاهلي برضه بيقع بدنيا تحت الصفر. هنا بقى بالميراس بيستغل الوضعيه دي اللي انتر ميامي ما عرفش يستغلها، وبيجي هدف اول لنادي بالميراس بخطا عكسي، وبعدها جون تاني لبالميراس بهجمه مرتده بتبين ان دفاع الاهلي عباره عن شوارع فاضيه، علشان نشوف الاهلي عاجز وضعيف جدا قدام بالميراس. ماتش بورتو كان مهم جدا للاهلي، اي نعم الاهلي فرصته صعبه جدا في الصعود، الا ان مكسبه هيديله شويه فلوس زياده، فعلى الاقل لو مش هتصعد اكسب الماتش وخد لك 2 مليون دولار. ولكن للاسف بنشوف دفاع الاهلي برضه ضايع قدام فريق بيعتمد على لاعب واحد بس مهاجم. مش عارف كان المفروض بورتو يعمل ايه اكتر من كده عشان يسهل على الاهلي المهمه بتاعته. مش كده وبس، ده بورتو كمان كان بيعاني طول الموسم في بلده، ولكن النادي الاهلي للاسف بيفرط في الفوز ضد بورتو، بيتعادل معاهم 4-4، وللاسف دي كانت فرصه كبيره جدا للنادي الاهلي ان هو يكتب تاريخ بفوزه على نادي اوروبي في بطوله رسميه. ولكن اللي يحسب للنادي الاهلي في الماتش ده ان هو اظهر شخصيه قويه وقدر يرجع في نتيجه الماتش. ده كان تحليل سريع كده للثلاث ماتشات. خلونا نتكلم على ايجابيات وسلبيات الاهلي في البطوله. اول حاجه لعيبه الاهلي والتعاقدات الجديده والمدرب محتاجين ينسجموا مع بعض شويه، يعني من الاخر محتاجين شويه وقت عشان اللعيبه الجديده تفهم فكر النادي الاهلي، والمدرب يبدا يتعرف على اللعيبه ويعرف مين اللاعب اللي بيكمل واللاعب اللي بيقع بدنيا. بس علشان اكون صريح، بعد البطوله دي في كام لاعب نادي الاهلي من الاخر لازم يقول لهم بالسلامه، اولهم محمد هاني وبعديهم حسين الشحات، وللاسف اللاعب الثالث هو الشناوي. والناحيه الثانيه في لعيبه قدمت بطوله قويه جدا من النادي الاهلي زي المهاجم وسام ابو علي، اللي قدر ان هو يعمل ماتش قوي جدا ضد بورتو ويجيب فيهم هاتريك، علشان يكون اول لاعب مش اوروبي
اوروبي يجيب هاتريك في نادي اوروبي بعد بيليه، انجاز تاريخي ده لوسام ابو علي. تاني حاجه سلبيه عند الاهلي هو الدفاع الكارثي للنادي الاهلي. لما الدفاع بتاعك يستقبل 4 اهداف من بورتو اللي اصلا طول الماتش بيعتمد على مهاجم واحد بس، يبقى عندك حاجه كبيره جدا غلط. لما يخش فيك هدف زي التاني بتاع بالميراس ولاعيبتك مش عارفه تتمركز في الملعب وتمنع هجمه مرتده، يبقى في حاجه كبيره جدا غلط. وهنا لازم موافقه كبيره جدا من الاداره خصوصا على مستوى دفاع النادي الاهلي. ثالث سلبيه عند الاهلي هو سؤال واضح وصريح للعيبه، انتوا راضيين عن نفسكم وعن ادائكم اللي قدمتوه في الملعب؟ يعني الصراحه احنا كنا شايفين رعونه كبيره جدا من اللاعبين في البطوله، تحس ان اللعيبه فرحانه ان هي رايحه امريكا، رايحين يعملوا شوبينج، رايحين يتفسحوا ويصيفوا وناسين الكوره تماما. وده كان واضح في اول ماتشين، غياب تام لروح اللعيبه في الملعب. اللعيبه لا عايزه تجري ولا تعمل فرص، والفرص اللي بتجيلها انفرادات بتضيعها بطريقه غريبه جدا. الحاجه الوحيده اللي انا شايفها ايجابيه عند النادي الاهلي هي ان النادي الاهلي قدر يسوق للعلامه التجاريه بتاعته. الى جانب كده الاهلي كسب 11.5 مليون دولار من البطوله دي يصرفهم على التعاقدات ويغذي النادي. في النهايه الاهلي بيخرج من البطوله من دور المجموعات، مع انه كان ممكن بسهوله جدا يوصل لدور ال16، وده كان هيحصل لو كانت اللعيبه بس ركزت شويه في الماتش ونسيت الشوبينج، الا ان الفريق بيدفع ثمن رعونه لعيبته وبيخرج من دور المجموعات. سيبولي تحت في الكومنتات انتوا ايه تقييمكم للاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، وفي النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب والفولو، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.